وجايني وحاط الجقاره بحلقه وشارب ويقول لي انا اخو المديره. الناس يقولون معقوله هذا اخو ندى؟ ليش؟ اذا اخوك مو زين تبرر من عندك، فهمتي لو لا؟ وبعدين احنا واحده مثلك شايفه نفسها مغروره على اساس صايره مديره براسنا، ترى ما تشتغل عندنا، احنا في ما نشتريك. وهذا البيت كله مو مالك. هذا البيت اللي هسه طبيتي بيه انت كله مو مالك، انت اصلا واحده مطلقه. روحي شوف راسك وين انهزم، روحي شوفي. والبيت اللي كنت عايشه بيه مو باع اغراضه، هسه احنا مو زين متحمليك. مو على اساس انت اللي دا تصرف علي وعلى اهلك، لو انت اللي دا تنطيني راتبي، ولك انت واحد مجرم ما تستاهل كل اللي سويناه على مودك بس حتى في سبيل نطلعك من السجن. هو انت هذا مكانك، لو الشارع لو السجن. لو انت فعلا رايد يصير براسك خير كان من زمان لاقي لك شغله ومشتغل منها، بس انت لا، تحلالك الدياحه والسوالف التعبانه. انطوني شغلولي، فتحوا لي مطعم، اشتروا لي تاكسي، انا اشتغل بيه. انت بطران؟ لك يومين من الصبح لليل ادق والطم على مود اجماع مصرف الجامعه ومصرف البيت، تجي انت انطوني مصرف؟ لك انت مو رجال؟ وليك رجال وغصبا ما عليك، واذا تحكي حكايه زايده هذا وجهك بهالشيء. اوف الماجد، انت بعد ما توصل معمل اختك افتهمت؟ شوف لك شغله من ناظم نفسك بيها. ما هو وين الشغل؟ وين الشغل؟ كلها قاعده عطاله بطاله. لا بس انت يحلالك السهل، والسهل مالك تعرفه كل زين شنو؟ اللي تطفر حيطان وتكسر بوبه بوق. يعني بس تاخذون اسوي مصيبه بهذا البيت والله العظيم. اللي فيها يما شوف فيها. بس عاد نطلع بالتلفزيون تحكي بعد. عوف اختك بحاله واستر علينا. اخوك مو فتح محل؟ روح اشتغل وياه، تعلم من عنده مهنه، شوف شغله بالمقالع، روح سافر. انت تضل عوج دائما، يا امي مكره الدمع شده. والله وقت يمه شو تسوين بيه؟ والله وقت يمه هيك تسوين بيه الحراوي. ربي